بجد ربنا يحميكم يا رجالتنا، وتفضلوا دايما رافعين راسنا كده بالإنجازات العظيمة بتاعتكم اللي بتوصل لحد الإعجاز، واللي بتخلي الجيش المصري رقم يستحيل أي حد يتجاوزه في المنطقة، خصوصا وإن عنده المدرعة الجبارة دي. إيه هي المدرعة دي؟ وإيه هي أبرز مواصفاتها؟ وهل هي فعلا بتتصنع في مصر؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 3 دقايق. اللي هيفكر يقرب من تراب مصر في أي وقت من الأوقات مش هيلاقي غير هزيمة وجحيم بيطردوه، وهيكون مصيره مش أقل من مصير أي حد فكر يهددها قبل كده. الكلام ده بتأكده القيادة السياسية والعسكرية في مصر بالشغل الكبير قوي اللي بتقوم بيه القاهرة علشان تطور الجيش وتحافظ على كفاءته القتالية، وفي نفس الوقت تمتلك خبرات وطنية في تصنيع المعدات العسكرية اللي تخلينا قادرين ندافع عن حدودنا بمعداتنا الوطنية. من هنا نفهم سر تركيز مصر على توطين الصناعات العسكرية بحيث تبقى دولة مصنعة للنوع ده من الصناعات، ويمكن مصدرة ليه كمان لو حافظت على النسق ده من التطوير. الكلام ده بيحقق نتائج كبيرة بنشوفها حاليا في التقارير اللي بتأكد إن مصر بتنتج دلوقتي أجزاء شبه كاملة من دبابات ومدرعات بتعتبر من الأحدث في العالم كله. من ضمن المدرعات المصرية المتقدمة دي مدرعة القتال للمشاة المصرية EIFV، واللي بتعتبر تطوير للمركبة مدرعة 113، لكنها بتتميز بإنها أطول، وكمان تم تركيب برج المركبة البرادلي المتوازن بمدفع 25 ملم وقاذف للمقذوفات عليها. المدرعة دي بتعتبر من فخر الصناعات المصرية لأنها بيتم إنتاجها في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي. بتتميز المدرعة دي بالأداء المتميز والوقاية العالية وقوة التغطية الكبيرة، خصوصا وهي متزودة بمحرك ديزل TA 6753 عنده قدرات بتوصل ل 350 حصان بشاحن توربيني من ناقل حركة آلي أليسون 4AX200. المركبة دي مزودة كمان بتدريع إضافي من التيتانيوم المتميز بخفة الوزن، وبيتكون طاقم المركبة من 3 أفراد، وبتشيل لحد 6 من جنود المشاة. المدرعة دي تقدر تدمر دبابة أو مركبة مماثلة ليها بفضل المدفع المتوازن عيار 25 ملم وقاذف المقذوفات 2. المدرعة دي من الممكن نقلها على متن الطيارة C-130، بتوصل أقصى سرعة ليها على الأرض ل 66 كيلومتر في الساعة. برج المدرعة من مزاياه إنه بيوفر قدرات تغطية عالية للمدرعة، وبيتيح ليها مهاجمة المدرعات الحاملة للجنود والدبابات كمان، وبرضه بيخليها قادرة تهاجم الطيارات اللي بتطير على ارتفاع منخفض. فيها كمان مدفع رشاش من عيار 25 ملم من طراز M242 مع عدد 200 مقذوف، بتشتغل في مدى أقصى مؤثر بيوصل ل 8000 متر. وكمان بتمتلك المدرعة مدفع رشاش محوري عيار 7 ملم من طراز M240 مع عدد 2100 مقذوف، بتستخدم الذخائر الخارقة للدروع. المدرعة دي وغيرها من المعدات اللي مصر بتصنعها بتترجم بشكل عملي كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإن اللي هيقرب من أرض مصر هيتشال من فوق وش الأرض.